من الاخر بلا ما نطول عليكم، قبل ما يوقع الزلزال ب3 ايام في تركيا وسوريا وقع واحد البلان في تويتر. واحد الجيولوجي هولندي حط بوست كيقول بانه احتمال غيوقع الزلزال ب 7.5. الجهه ديال تركيا، سوريا، لبنان والاردن. البوست ديالو في تويتر واصل كدا 30 مليون واحد شافو، كلشي كيريبوستيه. وهذا الشيء كيفكرنا بواحد الفيلم اللي تلاح في 2021 سميتو دونت لوك اب، واللي كيعالج نفس القضيه تقريبا ديال عالم كيتنبأ بواحد الحاجه والناس ما كيردوش ليها البال وكتوقع. دابا وقعت في الحقيقه، والى حد الساعه فرانك مازال كيحط البوستات في تويتر وكيقول بلي راه عاده ما غادي تستمر هذه الهزات، ومازال الى حد الان مستمره في مناطق مختلفه سواء في تركيا سواء في سوريا. المؤسف هنا هو ان المناطق اللي وقع فيها الزلزال في سوريا هي نفس المناطق اللي كانت كتضرب بزاف في الحرب والديور مهدمه والدنيا مأساويه تما. يلاه مساكن بداو كيخرجوا شويه ويعاودوا يبنيو، جا الزلزال وطيح. العلم ما كيكذبش واخا ما كيجيبهاش لاصقه. هو في التويتر ديالو الا مشيتي قلبتي دابا غادي تلقى قال 7.5. واليوم الاثنين بعد الظهر ضرب في جنوب شرق تركيا ب 7.6، زقلها فاصله. دابا في تويتر كاينين بزاف ديال لي كونت اخرين مزيفين كيديروها بسميتو، كيحطوا دي بوست على اساس راه غيوقع شي زلزال ولا شي حاجه. غنخلي لكم سكرين ديال الكونت ديالو الحقيقي مع التاريخ بالضبط اللي حط فيه هذاك البوست، وراه مازال كيحط الى حد الان وكيشرح بالضبط كيفاش وقع هذا الزلزال في بزاف ديال الفيديوهات وزلازل اخرى وتوقعات اخرى. ربما هذا الشيء اللي وقع اليوم في تركيا وسوريا لا قدر الله ما عرفناش يقد يوقع في بزاف ديال البلايص في العالم منهم المغرب، لان كيف ما كتشوف في هذا الفيديو. وتقع مناطق الزلازل الأكثر نشاطا في آسيا والشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأمريكا. هادو هما المناطق اللي مهدده انه يوقع فيها زلزال. داكشي علاش كنظن بانه خاصنا نعطيو شويه الاهتمام بالخبراء والعلماء ولي باج ديالهم، لانهم كيحطوا معلومات اللي مهمه واحيانا كتكون مرتبطه بارواح الناس ولكن الناس ما كيردوش ليها البال. منه هذا الشيء اللي وقع دابا مازال ما عرفنا حتى شي تصريح خرجت به تركيا ولا سوريا باش يقولوا كيفاش ما تمش الاعلام ديالهم، او لا راه تم الاعلام ديالهم، او لا راه ما ردوش البال، او لا راه ردوا البال. ما عرفناش حنا شنو واقع، ولكن اللي عارفين هو ان هذا الشيء راه كان متوقع انه يوقع قبل ب3 ايام. يعني كان بهذا التوقع يقدر نقدوا بزاف ديال الارواح ديال الناس. انا صراحه ما عرفتش الطريقه كيفاش كيخدموا كيفاش كيخبروا بعضياتهم، ولكن جاني تساؤل الى حد الان مازال ما عرفتش الجواب ديالو. ربما غدا ولا بعد غدا نعرفوه. الله يرحم اللي ماتوا والله يبارك في العمر اللي باقيين. نتمنى ان شاء الله من الناس اللي باقيين تحت الارض يقدروا يطلعوهم ودعيو معاهم، الا كنتوا تقدروا تعاونوهم. راه كاينين بزاف ديال الروابط اللي كيتحطوا دابا ديال الدونيشن وديال التبرعات باش تقدروا تبرعوا لهاد الناس على الاقل ولو غير بدولار ولا $2 ولا $10 ولا ما عرفت داكشي اللي تقد عليه، ولا ما عندك غير بالدعوه ديالك. الله يرحمهم وكل تضامن معهم. غير هو سيدنا ولا لا عندك حساب درنا هذا الفيديو باش نقول لك في الاخر دير لي لايك ولا ابوني، هادشي متعلق بك. وانت طبعا حر في الكونت ديالك دير فولو لشي وتحيد لشي. غير هو حاجه واحده، عاونونا في البارطاج ديال المعلومه، بارطاجي الفيديو في ستوري ديالك، بوست حطها طاقي صاحبك فيها يستافد معك باش نوعوا بالاحداث. الفكر ديالنا يكبر، خصوصا نعرفوا واش داير بيه، حيت هادشي كامل اللي كيطرا في العالم عنده علاقه بيه من بعيد ولا من قريب. وعاد دير في بالك ملي غتنشر هذا الفيديو غادي تعاون ليكيب ديالنا باش تزيد لقدام، وما حدد المحتوى كينتشر وليكيب كتنتج كل سيمانه مره ولا جوج بحال هاد النوع ديال الفيديوهات. راه حنا ايكيب كبيره كنخدموا بالساعات باش نلخصوا لك هذا الشيء في الدقائق. وانتم شكرا لكم بزاف 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 حيت كتعطيونا من وقتكم باش تفرجوا في هذا الشيء اللي كندير، وهذا الشيء بوحدو كيعني لنا الكثير. وديما تبقى بيناتنا من الاخر.